سلامكم الاخوه والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم بخير وعلى خير، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم السلاوي نيوز، فيديو جديد وموضوع جديد. الموضوع ديال الفيديو ان شاء الله غادي يسافر بينا وغادي يدينا لمدينه مراكش. علاش اخي السلاوي نيوز؟ وكما تعرفوا معنا انه مدينه مراكش ان شاء الله هي من بين المدن اللي غادي يكونوا فيها وتقام فيها مباريات ديال كأس العالم 2030. وبهذه المناسبة مدينة مراكش راه تعيش كذلك على واقع الأشغال الكبرى. لا ننسى ملعب مراكش الكبير اللي كذلك غادي يعرف إن شاء الله تو التحديث والأشغال العمومية، وكذلك يعني المجال ديال البنية التحتية ديال الشوارع والطرقات. ولا ننسى المشروع الضخم الهدف منه ربط مدينة مراكش بمدينة طنجة عبر القطار الفائق السرعة. وما ننساوش كذلك بناء محطة قطار جديدة ديال التي جي في إن شاء الله بإذن الله السميع العليم، كذلك بمدينة مراكش. إذا مدينة مراكش كباقي المدن كطنجة وكالرباط وكالدار البيضاء وكأكادير والعديد من المدن الأخرى تعيش على واقع الأشغال الكبرى. إذا نبقاو في الموضوع ديالنا. هنيئا للمراكشيين، هنيئا للمراكشيين، هنيئا للمراكشيين. وأخيرا وزارة الداخلية وافقت على إحداث وتشييد 7 ممرات تحت أرضية بمدينة مراكش. التكلفة المالية 500 مليون ديال الدرهم. إذا وأخيرا سيتم تنفيذ المشروع الضخم الذي انتظره المراكشيون طيلة عدة سنوات. ولكن هنا ما خصناش ننساو على انه هذا المشروع او هذه المشاريع ديال الممرات تحت ارضيه راه تندرج في اطار برنامج التنميه الجهوي الممتد ما بين سنه 2020 و 2027 اللي عمل مجلس جهه مراكش اسفي على اعداده من اجل تحسين مؤشرات السلامه الطرقيه وتجويد الخدمات المقدمه لمستعملي الطريق. ما ننساوش كذلك يعني صراحة الجهد اللي بذلوا سواء مدينة عمدة مدينة مراكش وكذلك والي جهة مراكش أسفي. وهنا لمن سيسألني عن المصدر، فالمصدر اليوم هو أنه أولا العديد من المواقع الإلكترونية اليوم تتحدث عن الموضوع، وكذلك جريدة الصحراء المغربية لربما هي أول جريدة أوردت هذا الخبر. إذا نبداو نعطيو التفاصيل ديال هاد الممرات التحت أرضية. فكما تعلمون هي 7 ديال الممرات تحت أرضية اللي غادي تكون إن شاء الله بين يعني في أهم الشوارع المهمة كشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني وشارع عبد الكريم الخطابي. إذا نبداو بأول ممر تحت أرضي، ويتعلق الأمر بممر تحت أرضي المسار على مستوى الطريق المؤدية إلى مدينة أسفي، والذي سيجري إحداثه على مستوى مدارات العياشي، وتبلغ التكلفة ديالو 60 مليون ديال الدرهم. عندنا ممر آخر يربط ما بين طريق أسفي على مستوى قنطرة السكة الحديدية، وتتبلغ القيمة ديالو كذلك 60 مليون ديال الدرهم. الممر الثالث سيجري إحداثه على مستوى الطريق المدارية وطريق الصويرة، يربط بين الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطنية رقم 7 بالقرب من الساحة الكبرى لمرجان، والقيمة ديالو كذلك 60 مليون ديال الدرهم. الممر الرابع يتعلق بممر تحت أرضي بئر انزيران بئر نزاران وسط حي جيليز المعروف بالحي الأوروبي، وذلك على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس وشارع عبد الكريم الخطابي. القيمة المالية ديالو كذلك 60 مليون ديال الدرهم. الممر الخامس ويتعلق بممر تحت أرضي بساحة 16 نوفمبر على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بالقرب من بريد المغرب بقيمة كذلك مالية 60 مليون ديال الدرهم. الممر السادس ويتعلق بممر تحت أرضي بساحة المسيرة على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس والحسن الثاني بالقرب من محطة القطار. القيمة المالية ديالو 100 مليون ديال الدرهم. الجديد في هذا البرنامج المسطر هو الممر تحت أرضي على مستوى جماعة واحة سيدي إبراهيم، والذي لم يكن يعني مبرمجا في سنة 2022، حيث من المنتظر إحداثه على مستوى مدارة ملعب مراكش الكبير،
وذلك في إطار دعم المشاريع المدرجة لتجويد المرافق المحيطة بالملعب الكبير من أجل احتضان منافسات كأس العالم 2030. إذا أيها المتابعون الكرام، نتمنى بعد الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمور واضحة قدامكم. هما كما فصلناهم 7 ديال الممرات تحت أرضية، تعطينا التكاليف يعني ديالهم ان شاء الله، وكما قلت لكم راه المبلغ الاجمالي اللي يتم الاستثمار ديالو هو 500 مليون ديال الدرهم. والهدف هو انه هذه الممرات ان شاء الله كلها تكون جاهزه قبل انطلاق فعاليات كاس العالم 2030. كما كذلك مبرمج انه ان شاء الله الخط ديال التي جي في القنيطره مراكش ان شاء الله باذن الله توا يكون جاهز قبل بدايه كاس العالم 2030. ولما لا تكون ان شاء الله مفاجاه ديال ربط مدينة مراكش بمدينة أكادير عبر القطار الفائق السرعة كذلك قبل بداية كأس العالم 2030. فربما قد تكون هناك مفاجأة من طرف يعني الدولة والحكومة المغربية في إنجاز هذا المشروع. ربما البعض منا لا يتوقعه إلا بعد يعني نهاية كأس العالم، ولكن لا ندري، ربما قد تقع المفاجأة. إذا أيها المتابعون الكرام، لا نطيل عليكم كثيرا في الكلام. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الفيديو يكون أروق لكم ويعجبكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الاجتهاد ديالنا ينال الاعجاب ديالكم. ودائما وابدا كما تعودتم منا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ارحم الشهداء، اللهم احفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوء ومن كل شر. كان معكم اخوكم سلاوي نيوز من المملكه المغربيه.